اعتقد ان كل المغاربه كيعرفوا محمد حسن الجندي، سواء حضوره كممثل او رجل اذاعه بامتياز، وايضا كانسان كانت عنده علاقات طيبه مع جميع الفنانه وحتى مع عموم المغاربه. جيل الستينات والسبعينات كيعرفوا من خلال الازليه، وجيل ما بعد السبعينات كيعرفوا من يعني الافلام الكثيره اللي دار سواء في التلفزيون او في السينما. وحنا كنا كنتذكروا الدور ديالو الكبير والمهم في فيلم الرساله ديال دور ابا جهل، وايضا دور ديال رستم قائد جيوش الفرس في فيلم ديال القادسيه للمخرج المصري الكبير صلاح ابو سيف. هذا دون نسيان حضوره في السينما المغربيه، يعني مع مجموعه ديال المخرجين المغاربه مع السي ادريس المريني. فالسي محمد حسن الجندي قامه كبيره، والساحه المغربيه اليوم حزينه لان فقدت هذا الفنان الكبير. اذا عزائنا طبعا في التلاميذ ديالو والابناء ديالو اللي هما ايضا فنانه. المرحوم يعني كان من هرم الهرمات ديال الفن في بلادنا، لا على مستوى السينما ولا مستوى المسرح ولا الدراما التلفزيونيه ولا الاذاعيه كذلك، وخلى يعني كون اجيال وخلى ثغره كبيره في البلاد في الجانب الفني، رحمه الله والله يوسع. اليوم تنفتقدوا احد اعمده المسرح المغربي واحد اعمده الحركه الفنيه بالمغرب اللي هو الحاج سي محمد الجندي، وهو بمثابه الاب بمثابه الاخ والصديق، الله يرحمه ويوسع عليه. اكيد انه المغرب غيفتقده، ولكن التاريخ دائما يخلد القامات الاصيله والقامات الوطنيه اللي دافعت على قضايا الفن وقضايا الانسانيه لهذه البلاد هذه. وبهذه المناسبه تنعزيو الاسره ديالو ونسال الله ان يرحم الصبر والسلوان. والسي محمد الجندي اكيد غيظل خالد في اذهان وفي قلوب المغاربه ككل، لانه عاصره اجيال وعطى السينما وعطى المسرح وعطى الاذاعه والتلفزيون. اكيد سيظل خالدا بما قدمه لهذه البلد. كنعتقد بانه ليس فقط فقدنا يعني مبدعا كبيرا، يعني هرما متميزا في مجال الابداع بصفه عامه، ليس فقط على المسرح وانما مبدع حقيقي في مجالات متعدده. اعتقد باننا فقدنا جزءا من تاريخنا الفني، من تاريخنا الابداعي. محمد حسن الجندي يعني فقدناه، وفقدنا يعني طفولتنا، مراهقتنا، شبابنا، لأن عايشنا معه لحظات كثيرة في السينما وخاصة عبر الإذاعة. يعني احنا الجيل ديال الأزلية، الجيل اللي كانت الشوارع والأزقة يعني كانت كتخوى الوقت اللي كتكون الأزلية، وربطنا الراحل يعني بواحد الثقافة معينة، ثقافة السماع، ثقافة الإبداع. إذا أعتقد بأن محمد حسن الجندي إنسان مر من هنا وترك أكيد وسيترك بصمات رائعة في التاريخ الإبداعي، التاريخ الفني.